اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة دخلت المطبخ، بفتح ضرفة المطبخ لقيت يعني أكياس مكرونة من كل نوع مكرونة شوية شوية. ولادي بيعملوا مكرونة ويسيبوا بواقي في كل كيس شوية. فبصراحة قلت حرام، يعني لازم ألم شوية المكرونة دول واستفاد بيهم وأعمل لهم أحلى شوية كشري. جبت بصل وقطعه جوانح أو جوليان زي ما بتسموه يا حبايبي، علشان نحمره طبعا لتقلية الكشري. انا بحب احمره الاول في الزيت، وبحب استخدم الزيت بتاعه كده في الرز، احط منه شوية مثلا في العدس، اعمل منه شوية الصلصة. بيبقى واخد من طعم تحمير البصل، بيدي طعم حلو قوي للكشري. وانا بحب احط له كمان شوية ملح كده، يعني رشة ملح، علشان يخلي البصل معايا مقرمش ويكون لونه كده حلو. في ناس بتحب تحط نشا، في ناس بتحب تحط دقيق، فاللي انتوا تحبوه حطوه. انا بحب احط شوية ملح وادعك بيها كده البصل علشان يشرب من الملح ويقرمش معايا زي ما قلت لكم. طبعا معظمنا بنحب الكشري بيكون عليه بصل، فالبصل بيدي طعم كويس قوي للكشري. فجبت بقى هنا حلة، حطيت مية تغلي، وقلت بقى الم كل اكياس المكرونة اللي انا شفتها دي وعصبتني بصراحة. حطيت شوية ملح، وضفت اول نوع مكرونة وتاني نوع، يعني كذا كيس كده لقيتهم فيهم انواع مكرونة مشكلة. قلت الكشري كده كده بيحب المكرونة المشكلة، ولقيت طبعا مكرونة سباكيتي عندي كنت انا حطاها في علبة حطيتها معاهم. وهنا بقى هحط بقى شوية زيت كده حلوين علشان نحمر فيهم البصل. يعني حاولي تغطسي البصل في الزيت شوية عشان التحمير بتاعه يبقى كويس معاكي. وكده كده انت هتستفادي بالزيت، يعني مش هنرميه. ببتدي بقى افضل اقلب في البصل كده، واحاول ان انا ما اخليش النار عالية قوي علشان ما يتشعوطش مني من الحروف، ويكون لونه كويس، يكون اللون الحلو، ما يكونش محروق عشان ما يمررش معانا. بس يعني اقلب شوية واستنى شوية علشان اديله فرصة ان هو يتحمر. وندي المكرونة تقليبة كده لسه شوية عليها، يعني خلاص قربت تستوي، فاضل شوية. المفروض مكرونة الكشري يا جماعة ما تبقاش مسلوقة قوي، يعني هنا ده حمرنا هو اول دور. ولازم اطلعه في مصفى علشان يصفي الزيت بتاعه الزيادة، ما يبقاش كله زيوت. ما بفضلش ان انا احطه على مناديل المطبخ، لان مناديل المطبخ بتخليه يلزق فيها، ما بعرفش اطلع البصل منها بسهولة. فالمصفى بتكون احسن وافيد، وبتستفادي بالزيت اللي بينزل بعد كده في الطبق برضو. طبعا بنستفاد بيه ان احنا ناخده برضو نستعمله للكشري يعني. طبعا كلكم ستات بيت شاطرين واكيد عارفين الكشري بيتعمل ازاي، انا مش محتاجة يعني ان انا اعلمكم، بس انا بحب اشارككم طريقتي. هنا جبت العدس حطيته في مية عشان يتسلق، ولعت عليه النار، هسيبه يتسلق بمية بس، مش هحط اي اضافات خالص دلوقتي. خدنا بقى شوية زيت من دوت علشان نعمل الرز بشعرية، وهاخد كمان شوية زيت من اللي هو في البصل عشان يبقى واخد من طعم البصل، عشان نحمر فيه الشعرية ونعمل الرز بتاع الكشري. خلي ايدك في كل حاجة، يعني كل عين عليها حاجة تتعمل، ايدي هنا وايدي هنا. خلصي نفسك كده على طول، ما نستناش لما نعمل حاجة وبعد كده نعمل الحاجة التانية. لا انا بحب كده، بحب اعمل هنا على، يعني عين عليها حاجة وهنا عين التانية عليها حاجة، فبخلص وبنجز نفسي سريع سريع. نقلب بقى كده في الشعرية شوية شوية لحد طبعا ما تاخد اللون الذهبي اللي كلنا طبعا عارفينه. مش محتاجة برضو نعرفكم، اكيد انتوا برضو عارفينه.
الكشري يا جماعة من الأكلات اللي يعني معظم الناس بتحبها تقريبا، أكلة شعبية جميلة، وبتبقى يعني أحيانا سريعة وسهلة. وفي ناس بتعمل كشري الحلة الواحدة، أنا كنت بحب أعمله بس للأسف عندي ناس بتحب المكرونة، بس عندي ناس ما بيحبش الكشري بالعدس. العدس بيتعبه كده، فما بقدرش ان انا احطه كله مع بعضه، فبضطر ان انا اعمل كل حاجة لوحدها. واللي عايز حاجة بنطبقها على بعضها، واللي عايز طبق كامل بنعمله، اللي عايز حاجة لوحديها بيلاقيها وبتمشي يعني. فكل واحد بقى على حسب ما بيحب يعني. وانا لسه بحمر في الجزء التاني بتاع البصل برضو، بس انا مهديه شويه النار عليه علشان ما يتحرقش ويبقى براحته، على بال ما احمر الشعريه بتاعه الرز. فنكون واخدين بالنا يعني من النار دي عامله ازاي، وتحت الحاجه النار تكون مظبوطه علشان الاكل ما يتحرقش مننا، بما اننا حاطين كذا حله على النار عشان نبقى مركزين. كده خلاص الشعريه تقريبا خدت اللون اللي احنا طبعا كلنا عارفينه، اللون الذهبي الجميل. مفيش داعي ان احنا يعني نزيد عليها اكتر من كده. فانا هنزل بالرز. انا بعمل دايما نص كيلو رز عليه ربع كيلو شعريه. انا بحب الشعريه تكون زياده، بالذات في شعريه الكشري، يعني حاجه الكشري بتحتاج الشعريه تكون باينه في الرز. ونضيف بقى شويه ملح. نحط الملح يعني اظبطي بقى انت ملحك على حسب ما بتحبي. وبحب كمان احط له شويه كمون. لل... للرز بتاع الكشري بضيف شويه كمون صغيرين كده زي ما شفتوا، زي ربع معلقه. لكن الرز العادي اللي بنعمله مع الطبخ بتاعنا العادي، بحط له حبه فلفل اسود مع الملح. وممكن احط مكعب مرق الدجاج، وزي ما بتحبوا انتوا. لو بتفضلوا تحطوا مكعب مرق ماشي، مش بتفضلوا يعني زي ما بتحبوا. انا بحب احط مكعب مرق مع الملح والفلفل الاسود، وافضل اقلبه شويه كده زي ما انتوا شايفين عشان يتشرب من الزيت. اسيبه يتشمع شويه مع الزيت كده علشان يبقى مفلفل قبل ما احط له الميه. بس يعني تقلبتين كده تقريبا، وممكن خلاص بقى يعني ان احنا خلاص نضيف من الميه. خلاص احنا كده قلبناه كويس. انزل بالميه بقى شويه كمان. بس كده تقريبا المية بتاعته تمام، مش هنحتاج مية تاني. بقلبه وبحاول انزل اللي في الحروف عشان يستوي ما يتحرقش. بس كده معيار المية تمام. بنشوف الملح بتاعه مظبوط ولا لا. كده خلاص عملنا الرز. نيجي بقى نطلع الدور التاني بتاع البصل. لازم تكون النار هادية عشان تديله وقته ويكون لونه كويس ويقرمش معاكي. لو النار عالية هيتحروق منك ومش هيكون مقرمش. حتى لو حطيتي له بصل، او يعني حطيتي لي البصل الملح او نشا او دقيق والنار عالية، هو هيتحروق وهيبقى لونه مش كويس، وطعمه هيمرر وهيكون طري. وطبعا بعد ما نطلعه الافضل زي ما قلت لكم يكون في المصفى، لان لو اتحط في طبق واتكتم او اتغطى هيطرى كانك ما قرمشتهوش. ممكن يبقى مقرمش ويطرى منك تاني، فمش هيكون النتيجة اللي احنا عايزينها. فانا زي ما قلت لكم كده، انا بفضل اخليه في المصفى لغاية اخر وقت. حتى لو اتبقى شوية لتاني يوم بيفضل زي ما هو في المصفى، بس ممكن احط عليه ورقة كلينكس لان المصفى بتكون مفتحة من تحت.
كده كفاية عليه قوي، يعني كده لونه تقريبا كويس، لان لما نطلعه هيكون محتفظ بالحرارة بتاعة الزيت، ولونه هيزيد شوية هيغمق اكتر يعني بعد ما نطلعه. فكده كفاية قوي، هنطلعه. تقليبة كده بس بسيطة وخلاص هنطلعه. وهنا العدس بقى لسه شوية عليه، قرب تقريبا، هبص كده اشوفه بس استوى ولا ايه. انا كده زي ما قلت لكم، انا مش ضايفه للعدس اي حاجه الا اني كنت غسلاه كويس ونقعاه بشويه ميه. يعني نقعته تقريبا يمكن مفيش 10 دقايق، وحطيت له ميه بس من غير اي اضافات. ما بحطش الملح دلوقتي. وهنا هعمل التوم في نفس البصل، الزيت بتاع البصل هحط فيه التوم عشان اعمل الصلصه بتاعت الكشري. الزيت يا جماعه اللي بيكون واخد من طعم البصل بيودي الكشري في حته تانية، يعني بيخلي الكشري ليه طعم تاني، سبحان الله. كده شويه توم حلوين. عندك توم متفرز حطي، عندك طازة حطي، زي ما انتي بتفضلي اعملي. انا بصراحة ما عنديش توم متفرز، كنت مفرزة توم وخلص فبستعمل التوم الفريش. نديله بقى تقليبة كده لغاية ما ياخد لون كويس معانا. بنكون طبعا مجهزين الطماطم بتاعتنا علشان ما نسيبش التوم يتحرق زيادة. انا مجهزة الطماطم قبل ما اضيف التوم في الزيت. ابتدت تاخد لون. انا بحب احط لها رشة خل زي الفتة شوية، بس الفتة بنحط لها اكتر من كده. انا بحط معلقة خل زي ما انتوا شفتوا كده بسيطة، وبعد كده انزل بالطماطم. ممكن تزودي صلصة. هنحط الملح والتوابل، كمون، فلفل اسود، ورشة كزبرة ناشفة. زودت شوية كمون، حسيت ان الكمون مش كفاية، زودت شوية كمون، ان الكشري بيحب الكمون. وهنا تقريبا العدس خلاص هتخلص من المية الزيادة اللي فيه دي. هو كده خلاص استوى. هملحه الاول قبل ما اصفي المية. وضفت له شوية كمون.
كده ملحه مظبوط وطعمه مظبوط واستوى تقريبا خلاص. انا كده صفيت المية ورجعته تاني على نار هادية عشان يتشرب ويبقى مفلفل معانا. هنا بقى هعمل الدقة اللي مفيش غنى عنها طبعا مع الكشري. بنحط كده شوية توم حلوين مع الزيت وبديهم تشويحة، يعني مش شرط ان انا اخليهم ياخدوا لون، يعني هي تشويحة كده. بعدين بديها شوية خل حلوين بقى، يعني اقل من ربع الازازة خل نزلت بيه كله. شوية كمون حلوين بقى كده، معلقة كمون كبيرة. ونزود شوية مية عشان طعم الخل ما يبقاش شديد. وطماطمايه ببقى اكون مقشراها. وبكده نبقى عملنا احلى كشري وبالهنا.